ولد وبنت بدون ذكر اسماء اسمهم احمد وندى، كانوا في المرحله اللي هي قبل الارتباط، ما تسمى بالايه يا عمرو؟ الله عليك، لسه بيتعرفوا على بعض. احمد كل شويه بيكتشف حاجه في ندى، يحس انها هي دي، انا اخترت صح. ندى كل شويه تلاقي حاجه في احمد تقول هو ده فتى احلامي اللي بموت فيه. بيقربوا لبعض، احمد عمال يقرب، ياخد خطوه اكتر، خطوه خطوه، لحد من بعيد كده لقى حد موجود اسمه عمر. هو مش فاهم مين ده، فلا ندى بعد اذنك بس لو هتقل عليكي، مين عمر ده؟ فردت ندى بكل حزم، الموضوع ده ما نفتحوش تاني. احمد، عمر ده الباك بون. ايوه انا ده مين ده؟ ما ترد عليا. قلت له ده الباك بون او ما يسمى بالبيست فريند. احمد بقى عنده تساؤل، لو ده الباك بون انا ايه؟ وليه هو اقرب ليكي مني؟ قلت له بص يا احمد، عشان بس نبقى فاهمين وواضحين مع بعض، انا كل حاجه هظبطها معاك، بس عمر خط احمر، انا وعمر باكج، هترتبط بيا هترتبط بعمر. فابتدى احمد يحس ان هو انا موقفي محرج شويه، في حد طرف ثالث في العلاقه انا مش فاهم مين ده. فابتدى احمد قال خلاص طب يعني تمام، ممكن يكون ده صديق زي صديق العائله كده، صباح الفل، مش مشكله يعني، مش لازم حاجه اقلق منها يعني. بعد كده لقى ان لما مثلا بيتخانقوا مع بعض او حاجه، بيلاقي عمر هو اللي بيكلمه، يقول له بص يا ابو حميد، انا بس انا عايز اكلمك عشان انت مضايقني الفتره دي. ليه يا عمر؟ انا اسف لو انا مضايقك في حاجه يعني. ندى بتشتكي منك الفتره اللي فاتت دي. ندى بتشتكي لك انت مني انا؟ فيقول له انت اصلك مش مهتم الفتره دي. ابتدى احمد ياخد توجيهات من عمر كانه الكوتش، يعني هو واقف على الخط بره يقول له بص اهتم اكتر، قرب اكتر، سيبها بقى دلوقتي، اتقل. ابتدى احمد يحس ان هو في لغط في الكلام، اللي هو يا جماعه انا مش هقدر اكمل في علاقه زي دي ومستر عمر موجود. فقام احمد اخذ القرار، قال انا هكلمها، هنهي الموضوع ده. فاتكلموا مع بعض، اتخانقوا في التليفون. قال لها ندى انا مش هينفع اكمل بالطريقه دي، انا حتى كنت قاعد مع منى امبارح بحكي لها الموضوع وقلت لها مش قادر اكمل، وقالت لي ما انت برضه يا احمد انت غلطان، انت اللي كل شويه بتتشغل في الشغل. قالت له ثانيه واحده بس، مين منى دي؟ فقال لها دي البيست فريند. هنا بقى بتيجي قص المشكله. في شباب عندهم كونسبت انا ابقى بيست فريند لواحده، حقي، عندي صحاب بنات وبخرج معاهم، براحتي. انت يبقى عندك بيست فريند؟ لا. ليه بقى؟ هو ده السؤال. نفس الشخص اللي بيعترض ان يبقى فيه مع البارتنر بتاعته بيست فريند، هو اصلا بيست فريند لواحده ثانيه. فنيجي هنا بقى لسؤال الحلقه، احنا ليه سنجل؟ انت سنجل يا عمرو؟ ليه؟ حلوه الاجابه، حلوه الاجابه، انا عارف الاجابه دي وعليها ايه. احنا ليه سنجل؟ ليها اجابات كتيره قوي، بس عشان نخش في الاجابات دي انا محتاج اعمل قهوه ساده عشان نعرف نفوق مع بعض ونتكلم في الموضوع ده صح. فانا هعمل واحده برافا كلاسيك نفوق للكلام وندوس بقى في الموضوع. تعرف بقى عمرو يقول لك تعرف القهوه الحلوه منين؟ من ريحتها. تبقى ريحتها حلوه وريحتها قويه كمان، زي برافا الكلاسيك كده، من غير ما تعرف انا خدت انهي باكت فيهم تعرف ان انا خدت الكلاسيك على طول من ريحتها. تاني حاجه بقى الطعم. فانت عرفت القهوه الحلوه منين؟ من ريحتها القويه ومن الطعم. انا احب القهوه من غير سكر. ما تيجي نسيب موضوع السنجل ده واكلمك على القهوه. تعالى بقى نرجع لورا شويه كده، وانا هرجع لورا شويه برده على الكنبه عشان اطلع في الزاويه دي. بس احنا عندنا برده 3 زوايا. انا احب قوي الموضوع ده، انا اسيب الحلقه واقعد اتكلم عن الزاويه دي، زاويه واثنين وثلاثه. ترفيه. من اين اتى مصطلح البيست فريند؟ في مشكله ما بين البنات وبعضهم لما بيبقوا صحاب. دايما تيجي لك الشكوى من واحده تقول لك انا اكتر حاجه صعبه بالنسبه لي ان انا يبقى ليا صحاب بنات، ما برتاحش معاهم، برتاح مع الصحاب الولاد. ما بين البنات وبعضهم في دايما كلاشات، في دايما حقد، في دايما واحده بتسرق جوز واحده. أنا مش قصدي على حد، الكلام اللي على مقاس حد يلبسه. بتحس ان ما بين البنات وبعضهم كده في حته سواد مش فاهمين ليه. مع ان بقى تيجي العكس بقى يا عمرو، الصحاب الرجاله ما بينهم وبين بعضهم صباح الفل باشا، اعمل اللي انت عايزه. لو اتخانقنا اصلا تاني يوم نبقى نسينا احنا اتخانقنا على ايه، مش فاكرين. زي مثلا كده لو دخلت فرح ولقيت بنتين لابسين نفس الدرس، كارثه. الفرح ده ممكن يقلب بطلاق في ساعتها. لكن لو نزلت نزوله ولقيت مثلا 2 شباب لابسين نفس التيشيرت بالظبط، بنفس اللون، بنفس اللوجو، بنفس كل حاجه، ايه اللي بيحصل بقى؟ بيقضوها فوتو سيشن مع بعض. لا انت تسيب بقى القعده دي، تعالوا على الجنب، تحس ان هم خارجين من شفت. ده يبين لك برده قد ايه الرجاله مشاكلهم بسيطه. فده بيخلق مشكله دايما ما بين البنات وبعضهم. فبيلجأوا لايه بقى؟ بيلجأوا للبيست فريند الراجل، عشان بيعرفوا يتعاملوا معاه بدون السوداويات دي. انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس كتير، بس معلش، ما دي حاجه بتحصل. بس في نفس الوقت الراجل لا يقبل بكونسبت البيست فريند الراجل. الموضوع ده احتار فيه العلماء والفلك والتاريخ، ايه حله؟ ملوش حل. ولكن انا مشكلتي الحقيقيه في اللي هي بيسموها بقى عمرو؟ بص المصطلح الانجليش اللي هيتقال ده، الدبل ستاندرد. اخدت بالك منها؟ حلو.
ممكن اقولها تاني، دبل ستاندرد، بس انا قلتها هنا. الدبل ستاندرد ده اللي هو ايه، حاجه انا اقبلها على غيري بس ما اقبلهاش عليا. انا ابقى بيست فريند لوحدي عادي، حقي، انا راجل، بس اللي انا مرتبط بيها ما يبقاش ليها بيست فريند راجل. الدبل ستاندرد ده هو مشكله من المشاكل الكبيره قوي دلوقتي اللي بتخلي العلاقات تفشل. فده ياخدنا لحته مهمه قوي بقى، احنا ليه ما بنختارش اللي شبهنا من الاول؟ انت دلوقتي شايفه ان هو معترض على حاجه معينه، وانت في عمر في حياتك لازم اللي يرتبط بيكي ياخدكم كباكج مع بعض. انت شايفه ان احمد عنده مشكله في الموضوع ده، بتكملوا ليه؟ موضوع البيست فريند ده مثال لاسباب كتيره قوي احنا ممكن نتكلم عليها بعدين، لكن انا بستغرب جدا وبيتبعت لي مشاكل كتير قوي ان هو احنا عكس بعض قوي، بس انا حاسه ان دي قصه حب لذيذه وهتكمل. مين قال لك كده؟ مين حسسك ان القصه دي هتكمل 4 ايام قدام؟ مش الطبيعي ان انتوا تبقوا شبه بعض بالظبط، بس برضه مش من الطبيعي ان انتوا تبقوا في كل واحد في حته. وايه ده، الله، انا الحياه البايظه دي اللي مش شبهي خالص انا عايز اخش فيها. المشكله ان انتوا بتحاولوا تلاقوا، بص بقى المصطلح التاني ده، انا النهارده جاي اقول مصطلحات كومن جراوند. الكومن جراوند ده اللي هو ايه، ارض مشتركه، اللي هو احنا اكيد هنلاقي حاجه احنا متفقين مع بعض. هتلاقوا الحاجه الوحيده اللي انتوا متفقين مع بعض فيها ان انتوا الاثنين بتحبوا البسله مثلا، بس غير كده انتوا مفيش اي حاجه انتوا شبه بعض فيها، فهتعيشوا طول حياتكم بتتبسطوا بس وانتوا بتاكلوا بسله. فارجوكم يا جماعه لو نفكر بس دقيقتين، نبص على الشخص ده بحياته، هل فيها شبه من حياتنا ولا لا؟ ومش شبه بسيط، لا، لازم يبقى شبه كبير، عشان في الاخر احنا كسناجل اللي بنشيل همكم. وانا والله العظيم ما قادر ولا عمرو قادر، ما تجيش تقول لي اصل احنا مش شبه بعض وفي الاخر في مشكله وعايزين نحلها لك. لا، ده يا معلم دي عايزه كريس المصري يجي بقى يعمل لكم سحر كده هوبا العلاقه تتصلح. فده يرجعنا لنقطه انا ليه سنجل. انا ليه سنجل؟ عشان من اللي انا بشوفه دلوقتي، انا ما اخبيش عليكم انتوا زي اهلي يعني، من كتر المشاكل والحوارات اللي الواحد بيسمعها كل يوم بقى عندي خوف من موضوع الارتباط ده. مش خوف من اللي هو الفير اوف كوميتمنت ده، عارفه انت ده عمرو ده. والله العظيم انا النهارده مصطلحات ايه ده، جوجل ترانسليتور. مش خوف من الارتباط على قد ما هو خوف من المشاكل اللي انا عمال اشوفها كل يوم. اللي جوه المشاكل خوف اللي بره المشاكل ان هو يخش جوه المشاكل. جمله والله العظيم انا شخصيا مش فاهمها، بس هي وصلت للناس اعتقد انت فهمتها. فانا حتى كنت بتكلم مع مريم امبارح بقول لها بقى على موضوع الارتباط. مين مريم دي البيست فريند. بس فريند؟ دي صاحبه منى، البيست فريند بتاعت احمد اللي هو عايز يرتبط بندى، اللي هي عندها بقى بيست فريند اسمه عمر. بص احنا شله كده، في بعض ايه يعني. بس انا سنجل. انا عندي طلب بس، يعني مش هقول لك بقى فعلوا الجرس واعملوا سبسكرايب والحاجات دي، انا ما اعرفش اصلا بتتعمل ازاي. انا عايز الناس تقول لي نتكلم في ايه الحلقه الجايه، ايه رايك في الحته دي؟ عايز الناس اللي بتتفرج علينا تقول لنا نتكلم في ايه في الحلقات الجايه، وفي كومنتس من اللي هتتكتب هختارها وهتبقى هي التوبيك اللي هنتكلم فيه الحلقه الجايه. فخشوا على كومنتس واكتبوا انتوا عايزين نتكلم في ايه. ويا سلام بقى كمان لو عايزين ترشحوا ضيف معين، اكتر اسم هيتكتب وعد هجيبه لكم، بس ما حدش يكتب لي محمد حمائي مثلا. انت عايز اي حاجه يا عموره؟ حبيبي تسلم والله العظيم حبيبي. اعمل لك كوبايه قهوه معايا. واحده كلاسيك دي. ما النهارده كلاسيك. هتعملها لي ولا انت ايه؟ لا انا برشحها لك بس. لا قوم اعملها لي والله. طيب انا هعمل لك انا واحده كلاسيك. انا هاخد معايا البتاعه دي. السلام عليكم.